السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وردة فعل جديدة. ومباراة اليوم مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا بذكريات العاشرة وبذكريات ملعب النور وبذكريات الأحلام التي بدأ ريال مدريد بالعاشرة وصولا للخمسة عشر من عام 2014. ريال مدريد رأى النور بعدما رأى النور في دوري أبطال أوروبا على ملعب النور ملعب بنفيكا. مباراة مهمة، ريال مدريد يدخلها ويريد الفوز كي يتأهل من ضمن الأول ثمانية ويذهب لدور ال16 بشكل مباشر. أما بنفيكا فما له أي حظوظ بصراحة، فريال مدريد مطالب بالفوز. فبنذكركم كالعادة، اشترك في القناة، حط اللايك ليساعدنا في انتشار الفيديو، وكما عودناكم دوما صل على الحبيب قلبك يطيب علي أفضل الصلاة والسلام. الشوط الأول بدأ، فخلينا نشوف ماذا سيقدم ريال مدريد ضد بنفيكا على أرض النور في الشوط الأول. ضغط، إيش هالفرصة، إيش هالفرصة يا بنفيكا، فرصة خطيرة من أوتوميندي ومن لاعبين بنفيكا، وكان الهدف قريب يا ريال مدريد. إيش هالدربكة اللي صارت، إيش هالدربكة اللي صارت. فرصة خطيرة، فرصة خطيرة خطيرة، الدربكة اللي صارت من لاعبين بنفيكا، والكرة ضربت في لاعبين بنفيكا وذهبت إلى ضربة مرمى. فرصة خطيرة لبنفيكا ولكن عدت على خير. يلا ساتر الفرصة، والله شكرا، كانوا حسبها ركلة جزاء. يلا تصدي كورتوا وراء الفاضي، الحكم حسبها ركلة جزاء. لا لا، اعطينا الإعادة نشوف الإعادة، اعطينا الإعادة نشوف الإعادة. يا أخي في الإعادة جود بلينغهام لمس الكرة، لمس الكرة لم يلمس قدم اللاعب. لا الفار حيتدخل مدام هيك، لا لا الفار راح يتدخل وراح تلغى هذه الركلة، مستحيل ما تلغى، مستحيل. أنا بالإعادة لسه الحكم ما رجع للفار، لكن أنا بحكي لك إنه الفار راح يستدعي الحكم والحكم راح يلغي الركلة. واضحة يا جماعة، بلينغهام لم يلمس اللاعب، لمس الكرة. ستلغى ركلة الجزاء، ستلغى ركلة الجزاء. يلا يا فار يلا، الفار استدعى الحكم. يا اخوان واضحة في الإعادة، واضحة وضوح الشمس، الفار سيلغي ركلة الجزاء، ستلغى ركلة الجزاء، مستحيل تحسب ركلة جزاء، مستحيل. الحكم بعد العودة للفار حسب نو فاول نو بلانتي. يا اخوان واضحة وضوح الشمس بصراحة، ما بدها فار، ولكن الحكم استعجل في القرار بانه حسب ركلة جزاء على ريال مدريد، ولكن بلينغهام لمس الكرة ولم يضرب اللاعب، وبالتالي ركلة الجزاء تلغى بداعي وجود، لا يوجد ركلة جزاء على بلينغهام. صدقوني انا يا جماعة، انا من حكم من حكام الفار. فركلة جزاء وفرصة عدت على خير بعد تصدي الأسطورة تيبو كورتوا. لا بنفيكا مش محظوظ. ريال مدريد دفاعيا ايش بسله، ريال مدريد دفاعيا ايش بسله، ارحموني يا دفاع ريال مدريد يا تشاوميني. انت ايش بتعمل كلاعب متقدم، ولك انت مركزك تكون ارتكاز امام الدفاع. فرصة خطيرة والكرة بالعارضة، بنفيكا يقدم أداء ومرتدات على أعلى مستوى كبير جدا بنفيكا حتى الآن في الشوط الأول. وهذه فرصة جديدة والكرة تذهب إلى ركلة ركنية، كورتوا تصدى وبتصدي كورتوا الكرة ضربت بالعارضة وضاعت. فرصة خطيرة وأخطر فرص المباراة لبنفيكا. أوه، فرصة التسديدة يا أردا، تسديدة حلوة من أردا. قول لي التسديدات يجب أن يستغلوا ريال مدريد خصوصا بالتكتل الدفاعي اللي بيعمله لاعبين بنفيكا، ارتداد دفاعي سريع من لاعبين بنفيكا وتسديدة سريعة من أردا جولير، ولكن جانبت المرمى بقليل. مباراة سريعة، مباراة ممتعة في دوري أبطال أوروبا في ملعب النور، مباراة جميلة جدا يا جماعة. يا جول، هو الهدف الاول، يا سلام. كيليان امبابي يسجل الهدف الاول لريال مدريد. يا سلام الاسيست يا اسينسيو، يا سلام الاسيست يا اسينسيو. كيليان امبابي من اين خرج، كيليان امبابي من اين خرج، ورأسية وكيليان امبابي
يسجل الهدف الأول لريال مدريد. يا سلام، يا ساتر المباراة ما أصعبها، يا ساتر ملعب النور ما أصعبه. شوف أسنسو والأسيست بلينج إمبابي من أين خرج، والرأسية كانوا يقولون أن كيليان لا يسجل برأسه، فكيليان إمبابي يسجل الهدف الأول وبالراس وفي ملعب النور وفي مباراة صعبة، ورغم التكتل الدفاعي ورغم بنفيكا مورينيو، كيليان إمبابي يسجل الهدف الأول. يا سلام، يا الله يا الله يا الله. هدف التعادل لبنفيكا، هدف التعادل لبنفيكا. يا اخي كيف هالفتحة انفتحت في الدفاع، يا اخي كيف هالفراغ اللي صار في الدفاع، كيف صار. بنفيكا يسجل الهدف الاول، والله استحقوا الهدف، والله بنفيكا استحق الهدف. العمل اللي عمله بالشوط الاول والله استحق الهدف، والله استحق الهدف. يا ساتر التعادل، يا ساتر. شوف اسينسيو، اسينسيو تزحلق من قبل ما يشوف الكرة. الهدف تعادل لبنفيكا، هدف مستحق بصراحة على الأداء اللي قدمه بنفيكا، والله هدف مستحق. وهدف التعادل لبنفيكا ضد ريال مدريد. يا حبيبي على المساحات، يا حبيبي على المساحات. عدت على خير. والله شكرا يا فالفيردي، شكرا يا فالفيردي، شكرا يا فالفيردي. غاب كورتوا عن الحراسة فحضر فالفيردي ومنع بنفيكا من تسجيل الهدف الثاني بهدف. والله هدف خلص. بنفيكا يقدم شوط ثاني كبير، شوط أول كبير. شوف غاب كورتوا فوجد وانوجد فالفيردي. يا سلام على إنقاذ فالفيردي، شكرا يا فالفيردي، شكرا يا فالفيردي. ريال مدريد يقدم شوط اول دفاعي كارثي، كاريراس مش موجود في اللعبه يا خوان، ولكن ضاعت. والله فكرت هدف، والله فكرت هدف. يا اخي ايش اللي بيصير يا ريال مدريد، ايش اللي بيصير. شوف هالركنيه، اللاعب يا حبيبي يا مستنتونو، يا حبيبي يا مستنتونو. اي والله اللي انقذ ريال مدريد في هذه المباراه غباء لاعبين بنفيكا، غباء. هذه الكره لا تضيع، ولكن شكرا انك ضيعتها يا بنفيكا. شكرا 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 انها ضاعت. هذه الكرة لا تضيع بصراحة، الكرة لا تضيع بين بنفيكا، ولكن عدت على خير. مسنتونه في الرقابة، سايبه لاعب بيسرح وراه وبمرح كمان. والله ريال مدريد تلقى فرص كثيرة وخطيرة، وكان بالإمكان ينتهي الشوط الأول لثلاث لأربع أهداف لبنفيكا، وريال مدريد كان محظوظ إنه ما تلقى في هذه المباراة إلا هدف. وشكرا يا كيليان امبابي إنك جبت لنا هدف عشان تخلي المباراة بالتعادل، شكرا. هالمرة ركلة جزاء، خلاص هالمرة ركلة جزاء، ركلة جزاء ثانية يحسبها الحكم. ولكن أعطينا الإعادة، هل بها ركلة جزاء تشاوميني؟ فضح دمرنا تشاوميني يا أخي، تشاوميني كارثي في هالمباراة. والله فيها وعليها، يعني فيها شد، ولكن أعتقد فيها تمثيل يا إخوان، يا إخوان فيها تمثيل. ركلة جزاء لبنفيكا، خلاص الحكم أكد ركلة الجزاء والفار لم يتدخل، رغم أنه فيها ذكاء كثير من أوتومندي. ولكن يلا يا كورتوا، الأمل عليك يا كورتوا، ركز يا كورتوا، ركز يا كورتوا، ركز يا كورتوا. تصدى لهذه الركلة واجعل ريال مدريد ينهي الشوط الأول بأفضل وضع ممكن. كورتوا، الله الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف. الله ياخدك يا تشاوميني، الله ياخدك يا تشاوميني. الهدف الثاني لبنفيكا، الهدف الثاني لبنفيكا. والله هدف مستحق ايضا، والله هدف مستحق. ريال مدريد يقدم شوط اول كارثي، شوط اول للنسيان من ريال مدريد. ريال مدريد يتلقى الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد ما اوتاماندي لبسها تلبيس لتشاوميني، وركلة جزاء واللاعب يسددها في المنتصف. والهدف الثاني لبنفيكا ضد ريال مدريد. نتيجة سيئة، نتيجة سيئة من ريال مدريد، نتيجة سيئة، نتيجة سيئة من ريال مدريد، نتيجة سيئة في الشوط الأول.
الشوط الأول في المباراة ينتهي بتقدم بنفيكا ضد ريال مدريد. بصراحة شوط أول متكامل بين بنفيكا. ريال مدريد وجد صعوبة في تحمل ضغط لاعبين بنفيكا. ريال مدريد لم يعرف الخروج بالكرة. ريال مدريد كان بطيء. ريال مدريد بين الخطوط كان يتمركز بشكل سيء. لاعبين بنفيكا كانوا يكسرون خطوط ريال مدريد بأقل لمسات ممكنة، ممكن حتى بلمسة واحدة كان خطوط ريال مدريد تختفي، ولاعبين بنفيكا يصبحوا بالهجوم لا دفاع لحارس كورتوا الذي يتصدى لأكثر من كرة. وأيضا بنفيكا كان قريب من تسجيل أهداف أكثر، ولكن لاعبين بنفيكا ليس محظوظين في اليوم. ولكن الشوط الأول ينتهي بتقدم بنفيكا بهدفين مقابل هدف، نتيجة سيئة لريال مدريد. فخليكم معنا لنشوف، أو خليكم معنا للشوط الثاني. يبدأ الآن الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا. نذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم مستحق لبنفيكا بهدفين مقابل هدف. خلينا نشوف ماذا سيقدم الفريقين بالشوط الثاني. ريال مدريد عليه مهمة كبيرة، وهي يجب الفوز والظفر بالثلاث نقاط من هذه المباراة. فخلينا نشوف ماذا سيقدم الفريقين بالشوط الثاني. الهدف الثالث، الهدف الثالث للبنفيكا. ريال مدريد مش هيتأهل من أول ثمانية. إيش الليلة يا بنفيكا، إيش هالمباراة يا بنفيكا. ريال مدريد كارثة، ريال مدريد كارثة يا جماعة، ريال مدريد كارثة. الهدف الثالث لبنفيكا ضد ريال مدريد، الهدف الثالث. يلا شوف هالفينيسيوس سقط من الكرة وفقد الكرة في مكان خطير. يا المساحات يا المساحات يا المساحات يا المساحات اللي بتصير. الهدف الثالث لبنفيكا، الهدف الثالث لبنفيكا يا جماعة. ولا لاعب بتمركز صح في ريال مدريد، ولا لاعب واقف صح في ريال مدريد. لاعبين بنفيكا بيلعبوا براحتهم. ريال مدريد يتلقى الهدف الثالث، ريال مدريد يتلقى الهدف الثالث، وصارت أموره صعبة، صارت أموره صعبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ريال مدريد أمور صعبة صارت في المباراة. كيف راح يتأهل ريال مدريد من أول ثلاثة؟ كيف؟ يلا يا رودريجو، يلا يا رودريجو، يلا يا رودريجو، يلا يا رودريجو. خطيرة. جول! هو الهدف التعادل، لا هدف تقليص الفارق. والهدف الثاني لريال مدريد عن طريق عن طريق مبابي. ايش هالكلام الكله غلط. والله الهدف جميل 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 جميل. إلا كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، وهدف تقليص الفارق. صارت 3 أهداف مقابل هدفين. ريال مدريد اهدى، ريال مدريد ركز، يجب أن تسجل هدف التعادل وبسرعة. ريال مدريد يسجل الهدف الثاني عن طريق كيليان مبابي بعد اسيست من أردا جولير. وفاموس لريال مدريد. هدوء، الهدوء، الهدوء يا ريال مدريد. سنفوز في هذه المباراة، لسه في وقت كثير. والهدف الثاني لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي. عدت على خير، عدت على خير يا هويسن. انت مدافع لنا، يجب عليك عملك كمدافع انقاذ مرمى ريال مدريد، مش انك لا ما هيئهاش بصراحة، ولكن سمح للاعب انه هيئها. وهذه تسديدة، فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الرابع، ولكن عدت على خير بصراحة. فرصة خطيرة لبنفيكا. لا زال بنفيكا الآن بدأ يصطف دفاعيا ويتلقى اللعب، وريال مدريد يحاول، ولكن في مساحات كثيرة في بين خطوط ريال مدريد. يا أردا، تسديدة من أردا جولير، ولكن الحارس يتصدى. تسديدة جميلة من أردا، تسديدة جميلة من أردا. ركز، ريال مدريد يحاصر بنفيكا، ولكن بنفيكا يتكتل دفاعيا. فرصة لتسجيل الهدف الرابع، ولكن كورتوا في المكان المناسب وينقذ ريال مدريد من تلقي الهدف الرابع. يا جماعة بنفيكا خطير، بنفيكا خطير وصعب، صعب جدا بنفيكا. الهدف القاتل، اجى الهدف الرابع لبنفيكا، الهدف الرابع لبنفيكا. خلص، خلصت المباراة، يعطيك العافية. بنفيكا يتأهل للدور، أو يدخل ال 14 على رأس ريال مدريد. ريال مدريد يغادر الفرق الثمانية،
ريال مدريد سيلعب الملحق، ريال مدريد يعاني، ريال مدريد سيء في المباراة، طردين، مباراة دراماتيكية، مورينيو فعل كل شيء في المباراة جميل. ومبروك لبنفيكا بصراحة، مبروك لبنفيكا. بالهدف الرابع لبنفيكا، بنفيكا يتأهل من ضمن ال24، ريال مدريد يتأهل من ضمن ال24 بالمركز التاسع. الهدف الرابع من حارس المرمى. مبروك لجماهير بنفيكا بصراحة، هارد لك. قدر الله وما شاء فعل، ريال مدريد سيلعب مباريات الملحق، مباريتين إضافيات في الموسم، في موسم ريال مدريد يعاني فيه بالأصل، كان بالإمكان أنه يتأهل من أول 8، ولكن لم يحدث. قدر الله وما شاء فعل. هارد لك لجماهير ريال مدريد، مبروك لجماهير بنفيكا. بنفيكا لعبوا مباراة كبيرة واستحق بصراحة الأهداف اللي سجلها، استحق الفوز، استحق ال3 نقاط، استحق التأهل. ومبروك لجماهير بنفيكا. هارد لك لجماهير ريال مدريد. ومن هان للفيديو القادم، طمنونا عنكم دائما من شان الله، والسلام.